ازيكم يا شباب. نحب نعتذر عن الغيبة دي، بس قلت ارجع بحاجة مميزة وهي فيلم بدر. ادخلوها آمنين لفنان الأكشن والام ام اي المقاتل يوسف منصور. بتبدأ أحداث الفيلم بأننا بنشوف بيتكلم وبيقول ان في واحده لازم تموت قدام الناس. بنشوف شخصيه لطفي لبيب عامل مؤتمر صحفي، تسالوه هي نجت ازاي وبيقول بسبب الحمام. تساله واحده يابانيه ويقول جابانيز ويبص لها بصه. ايه يا جدع، ده مش جابانيز بص، ده زعيم العصابه يقتل اللي فشل في محاوله اغتيال ملكه الجمال. ونشوف انهم عاملين اجتماع علشان يختاروا مين يامنها، ويطلع بدر ونشوف انه مأمن بيته كويس، فده اللوجيك اكيد انه هيعرف يأمن بولا. فنشوف اللي هو ان هو عايز يرجعه الخدمه، بس يقول له انه ما بقاش ينفع. يقول له يعني بعد ما حميت الرئيس عايز نحمي واحده ست؟ شكلك كده مش مؤمن بحقوق المراه، كنسلوه تبا للفيمينيست. نشوف بدر بيحرس واحده وفي ناس عايزين يقتلوها، بس دخلها العربيه وقتلهم. معاهم AKM، هو معاه مسدس، قتلهم وقدر عليهم. بعد كده بنشوف بدر دخل على ملكه الجمال وندهت على جيمي، وقعه على الارض وقال انه حراسه ليها. قالت لي انها جايبه احسن حراسه. باين يا ملك باين. نشوف بعدها الجرسون انه عايز يقتلها، بس بدر قدر انه يقتلها. بعدها بنشوف ان بولا عايزه تاكل في مكان تختاره هي، وتقول له مش مصر بلد الامن والامان، ابقى اختار المكان اللي انا عايزاه. نشوفهم متنكرين في هيئه خلايجه، نشوفهم بياكلوا على النيل. بعدها بنشوف بولا ان بتقول لبدر انه جيمي ممكن يضربه وانه من احسن رجال المارين. وانا بقول واضح فعلا، ده اولا. ثانيا ده احمد فوكس بتاع شيبسي. رجال المارين ايه، مكبرين الموضوع ومصعدينه لاعلى جهات. دي هنشوف ان الراجل اللي مع بولا بيقول ان قناه السويس ممر ملاحه مهم ولازم تتحط تحت السياده الدوليه علشان نضمن انها مش هتتقفل تاني. بدر الوطني الرجل المصري الاصيل يصقر لبلاده، ينتفض من سكوته ويقول لا دي مصريه. انهم بيتكلموا على انهم عايزين يبيعوا ازايز فيها ميه الاردن علشان السيد المسيح وانها اقوى ميه، بس بدر يسكت يقول اقوى من ميه الاردن وهي ميه نهر النيل. يخرب بيت وطنيتك يا اخي. نشوف بولا بتقول لبدر انها زائد، بدر يوافق يخرجها ويغني ليها بعدها نشوف ان في ناس عايزين يموتوها بس ينقذها برضه. نشوف بعدها ان بدر اخدها في مكان في الارياف علشان يبقى امان وتاكل فطير وعسل. وبعدها نشوف بدر وبولا راكبين وماشيين، يسمعوا صاحب بدر بيغني جالت لي بريدك يا ولد عمي. يقول له الله صوتك حلو، كلام حلو. يقول لها اللي يطلع من القلب لازم يخش القلب طوال. محمد منير سأخبر الله بكل شيء يا ولاد شكاير الاسمنت دلوقتي. بعدها نشوف بولا عايزه تبوس بدر ويتبادلوا المشاعر. بعدين نشوف بولا اتخطفت وبدر راح ينقذها، وضرب وكاراتيه وام ام ايه. بعدين نشوف لطفي لبيب انه طلع تبع العصابه وعايز يقتلها، بس بدر انقذها وبولا تسافر والفيلم يخلص. والحمد لله انه خلص الاخر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. سلام يا شباب.